هنا الجنينة. كنت عايز اكلمكم في موضوع، يعني كنت مستني ان انا اوصل لمرحله معينه عشان اقدر اتكلم فيه. ان انا اصلا في حاسبات، ما اتكلمتش بقى عن الكليه نفسها، فجيت النهارده كده بقى اصل انا انا حاليا طالع ثالثه حاسبات، فشفت ان هو وقت مناسب ان انا اقدر اتكلم، لان مش هتكلم في حاجه برضه انا ما عشتش فيها او كده، يعني مش عايز افتي. فقلت استنى شويه، اصل انا مثلا اكبر شويه بقى لي حبه في الكليه واتكلم. يعني انا دايما بحب ان انا امر بالتجربه عشان اقدر اتكلم عليها، مش هتكلم على حاجه انا ما مريتش بتجربتها. هتلاقي نفسك بتدرس رياضه، واول سنه ممكن تلاقي فيها شويه فيزياء. طبعا في اول سنه في شويه مواد ابتدائيه كده زي حقوق انسان وانجليزي، هتلاقي في اي كليه عادي. تبتدي بقى من الترم الثاني في سنه اولى شويه مواد تخصص بسيطه، قواعد بيانات، ما اعرفش ايه كده بتاع. مش هقول لك اسامي مواد كتير عشان خاطر كل ما اقعد اقول لك دي مثلا سنه اولى، بس انا لو اقول لحد مثلا باختصار شديد هي فيها نسبه رياضه وتشغيل دماغ وحل مشاكل. طبعا فيها مجالات اكتر، يعني ممكن تلاقي في مجالات بعيده شويه عن المنطق واللوجيك والكلام ده، وحاجات اهدى شويه في الرياضه. لو الناس مثلا رياضه علم علوم مثلا، رياضه او تشغيل الدماغ كتير بالنسبه له مش هيبقى حلو قوي. ده بالنسبه لحته الدراسه. برضو بالنسبه لحته المشاريع في الكليه بتبقى شكلها عامل ازاي. الكليه بتعلمك دايما ان انت يبقى في حته اجتماعيه، ان انت تعمل مثلا مشاريع مع الطلاب. دايما الامتحانات العملي عندنا بنعمل مثلا ابلكيشن او مشروع. المشروع دوت بيبقى مثلا فيه مثلا شويه حاجات مثلا داخله وبيسالوك فيه، وبيبقى تيم مثلا من 5 افراد، وكل واحد في التيم بيمسك حته، وكل واحد بقى ليه دور، وواحد بيقدم المشروع ده. كل ترم الامتحانات العملي بيبقى شكلها عامل كده. كل ماده ممكن تعمل اي مشروع، هتلاقي لكل ماده في مشروع بيتعمل. ولو في مشروع ممكن يلم اكتر من ماده، بتلم المشروع في اكتر من ماده، وبعد كده بتتسال في كل حته عند المعيد بتاعك او الدكتور بتاعك. تمام. انا بالنسبه لي من اقوى التحديات هي ان المنافسه تكاد تكون شرسه جدا، لان انت مثلا وانت بتتكلم على سوق عمل، فانت اكيد بتنافس مثلا جميع انحاء العالم. طب ليه؟ لان انت ممكن تشتغل في الشغلانه دي ريموتلي عادي جدا. يعني مش زي مثلا الطب انت لازم تبقى موجود في المقر ولازم تبقى شغال من مكانك. طبعا ممكن في شغلانات طبيه ممكن تشتغلها ريموتلي، بس ما عنديش فكره قوي. بس الشغلانه دي عامه اغلبها ممكن ريموتلي عادي جدا، وبتأدي دورك في الوظيفه 100%، ما عندهمش اي مشكله. انت مثلا لو قارن بيه كمصري، ممكن في واحد في الهند ارخص من ثمنك واشطر منك، فالمنافسه شرسه جدا. كمان القصه مش في الفلوس بس، القصه في ان انت محتاج تبقى مواكب السرعه بتاعه التعلم، مواكب ان انت كانك بتتنافس مثلا مع مثلا كل الكره الارضيه. هي طبعا مش بالشكل ده قوي، ولكن بتتنافس مع جزء كبير قوي، ومحتاج يبقى دايما مستواك كويس. لان لو شويه بطلت ان انت تذاكر وبطلت ان انت تتعلم، طبعا الناس اللي عماله بتذاكر هتطلع فوق وانت تترمي تحت في الزباله، ولا هتشتغل او هتشتغل بس بسعر واطي قوي. فالمنافسه في المجال ده متعبه شويه للدماغ، بس انا نصيحتي ان انت ما تركزش معاها. يعني دايما خليك انت بتذاكر وما تركزش مع حد. زي اي حاجه في الدنيا، ما تقارنش نفسك بحد. يعني في الثانويه العامه مثلا ما تقارنش نفسك باللي حواليك بيعملوا ايه، المهم انت بتكون بتعمل اللي عليك. بصوا يا جدعان، عن تجربه شخصيه، فالكليه في حاسبات هتلاقيها دايما بتديك مقدمه في كل مجال. يعني مثلا انا قلت لك ان في تحت كلمه حاسبات دي ممكن في 80 او 90 شغلانه، ويمكن لسه اكتر كمان. الكليه هتديك مقدمه في المجالات، بس مش هتديك تراك وتتخصص فيه للاخر. يعني انا عايز اقول لك ان انت لو اتخرجت من الكليه، ايا كان الكليه قوه تعليمها عامل ازاي، صعب قوي ان انت تشتغل بعديها، لان زي ما قلت لك بتديك مقدمات في كل مجال. وانا مثلا لو هشغلك عندي في شركه مثلا في مجال في حاسبات، هبقى عايزك مثلا تيجي تشتغل مثلا بجوب تايتل معين، يعني مثلا باك اند ديفلوبر، اي حاجه بقى، فاهم؟ ممكن تشتغل في الاي تي اي مثلا، في السايبر سيكيورتي، باج هانتنج، ما اعرفش ايه. الكليه مش هتطلعك عندك جوب تايتل دوت، هي هتديك مقدمات في كل حاجه. يعني سي مثلا انت مثلا، عشان اتكلم على مجال، لو انت مثلا عايز تبقى باك اند، فمحتاج مثلا تتعلم مثلا لغه برمجه وقواعد بيانات، فريم ورك، دوت نت او نود جي اس او اي حاجه تانية. الكليه ممكن تلاقيها بتديك مثلا لغه برمجه، وفي سنه تانية بقى، يعني في سنه بعديها تروح جاي مدياك مثلا قواعد بيانات. فاهم ازاي؟ مش هتفضل بقى مركبه كله مع بعض وعايز ان انت تركز معاهم لان طبعا تشتغل مثلا بالحاجات دي مع بعضيها، مش تشتغل في كل حاجه لوحديها، فلازم كلهم يكلموا بعض، بيحصل بينهم ترابط. الكليه مش هتركز على كده، هتديك مقدمات في كل حاجه. فطبعا مهم ان انت بقى تاخد تراك انت على جنب مع نفسك بقى من البيت، بقى تروح معاك كورسات اونلاين بكورس مدفوع او فري مثلا على اليوتيوب او من اي مكان، وتواكب بقى مع نفسك وتذاكر انت من البيت، لان ده فعلا اللي هيخليك تشتغل. لان انت برضو سوق العمل بيطلب مستوى معين، الله اعلم الكليه وصلته لك ولا لا. فانت برضو مهم ان انت تركز. بقول ان الكليه كده مش مهمه، لا، الكليه برضو مهمه في مجال حاسبات، لان ديك برضو خلفيه عن حاجات كتير بعيده عن بعضيها في الكمبيوتر نفسه. فطبعا الكليه مهمه. فعشان تبقى برنس في الكليه زي ما قلنا، اعمل الاتنين. حاول تكون بتذاكر في الكليه، وبرضه تكون بتذاكر من البيت. ما تركزش على حاجه واحده بس، عشان ما تلاقيش نفسك في الاخر متضايق. خلينا بقى نقعد بقى عند الشجره دي، عشان ما قعدناش خالص عند الشجره دي. اهم حاجه في الفيديو، وهي تعتبر اخر فقره في الفيديو، وهي
الشغل في حاسبات موجود كتير وفلوسه ممتازه، وده اللي بتسمعه على النت كتير قوي. بس في حته عايز انوع عنها. اول شغلانه ليك بتبقى صعبه شويه، مش هقول لك مستحيل، بس يعني احتماليه ان هي تبقى موجوده مفيش كلام، بس صعبه شويه. وطبعا دي حته ارزاق، يعني ممكن تلاقي واحد يشتغل بعد شهر، مش بعد شهر مذاكره، يعني بعد شهر ما هو ذاكر خلص اللي وراه كله، بعد شهر تقديم على شغل. يعني ممكن تلاقي واحد بقاله سنتين بيقدم على شغل. بس طبعا انا بقول لك تفائل، يعني مش هتبص بقى ان في واحد بقاله سنتين بيقدم على شغل فاحنا كده نخش المجال ده، المجال فيه ريسك وبتاع. لا، لان انت اي حاجه في الحياه برضو محتاج نسبه تفاؤل، والا انت مش هتتحرك من النقطه اللي انت فيها. فالشغل في حاسبات موجود، وزي ما انتم شفتوا ان انا اشتغلت في المجال وجبت فلوس بالدولار كتير جدا، واحمد يشهد على الكلام ده. ولا حصل ولا ربع جنيه فضه. بلد ايه يا احمد بدور على شغل؟ سنتين ولا حاجه. بقالي سنتين صح؟ فزي ما قلت في ناس بيبقى بقالها كتير، ومعظم الشركات رفضتك يعني بفضل الله، يعني معظم الشركات رفضتك. ستوب يا ابني، تعالي بقى عشان انا سكت لك. شكرا يا احمد، شكرا. هو ده بقى يعني، حاولوا برضو في مجال حاسبات تلاقوا برضو صديق بيدعم زي احمد، يعني بيقول لك بفضل الله معظم الشركات رفضتك. انا رحت انترفيوهات بس كذا مره بترفض لسبب معين وبحاول اعدله، مؤمن بربنا تمام، اكيد في وقت يعني خلاص هبقى تمام وهتقبل من ساعتها. بس تاكد برضو ان ممكن تتاخر وممكن بسرعه، فحته الشغل دي هي موجوده زي ما وضحت، بس يعني ممكن فيها نسبه استنى شويه، خليك صبور يعني، وتاكد من ربنا انت حطيت مجهود في حاجه اكيد هو كده شايلهولك في الوقت المناسب اللي هيديك جزائك فيه. فما تستعجلش على حاجه زي كده، لان كده ربنا عمره ما يخذلك طالما انت حطيت مجهود، ما تقلقش. طب يا جماعه الدنيا ليلت زي ما انتم شايفين، وشربنا القهوه بتاعتنا، ومن عند هذه اللحظه اقدر ان انا اقفل الدوكيومنتري بتاعنا. ولو حابين نتكلم اكتر بعد كده ان شاء الله على حاجات ليها علاقه بحاسبات، حابب انوه ان القناه محتوى مش هتغير يعني ونقعد نتكلم عن حاسبات بس، لا طبعا. بس يعني حابين برضو نتكلم على نعمل بلاي ليست مثلا على حاسبات، بس انا مريت بالتجربه دي. فكره في القناه ان هي اسمها وليد دوكيومنتس، فهي من الاخر اي حاجه وليد عاشها وجربها ممكن يكون بيحكيها هنا في القناه دي. فلو حابين نتكلم شويه عن حاسبات، عن المجالات اللي فيها، عن سوق العمل اكتر، ازاي مثلا تذاكر، عن كلام زي كده، ممكن تكتبوا لنا في التعليقات افكار فيديوهات نسمع ان شاء الله جزء منها. نشوفكم ان شاء الله دوكيومنتري جديد وفلوج جديد، والسلام. حاسبات بص هي قرف حظوظ. ممكن يكون واحد ما بيشتغلش ويكون مش ذاكر خالص، فاهم، وتلاقي معاه واسطه تشغله احسن منك 100 مره، وانت تذاكر وعمال بتنحت في الصخر، وفي الاخر انت ما يعني انت بتقول للناس ما يعملوش حاجه في حياتهم؟ لا، انا بقول اعملوا اللي عليك وخلاص، بس في الاخر هي ماشيه بالواسطه. تمام، شكرا. بتقول ايه؟